كوكو كبيدات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في افضل الاحوال ديالكم ان شاء الله يا ربي. فيديو جديد اليوم ان شاء الله غنحضروا مع بعضياتنا تاكوس ميكس بالكفته والدجاج. كيجي لذيذ بزاف بزاف، احسن من ديال المطاعم. متاكده مليون في المية بلي ملي غتجربوه غيولي معتمد عندكم، حيت فريمون كيجي لوغو ديالو خطير سبيسيال لذيذ بزاف بزاف وبنين. متاكده بلي غادي يعجبكم. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه هنا كناخذوا الكفته ديجا شرملتها، درت ليها الربيع، الملحه والكمون والتحميره فقط. كديروا لها زويته، كتبقاو تضربوها بحال هكا باش تفتت ليكم كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. اللي بغى يفتتها بزاف يفتتها، اللي بغى يخليها بحال هكا كويرات صغيورين بحال هكا. هاد القطع كيجيو مزيانين في الطاكوس، وإلا فتتوها مزيان ماشي مشكل. كما شفتوا هنايا بالنسبه للدجاج، هنا كناخذ واحد المقله كندير فيها بصله صغيره مشلضه كما كتشوفوا. كندير جوج فصاص ديال الثومه وكنشحروهم في زويته بلديه مزيان. كنشحروهم حتى تلقاو ديك البصله ولات كتعطي داك اللون الذهبي هي والثومه، يعني كتحمر لينا باش كتعطي عرفتي كتطلع منها واحد الريحه زوينه، وميم طون كتعطي واحد لوغو زوين في الدجاج ديالنا. كما شفتوا كنبقاو نقلبوا ديك البصيله هكا بدون ما تحبسوش على التحراك. ولا ما كانش كتلصق المقله ماشي مشكل، المهم انها ما خصهاش تحرق لكم، خصها هي تعطي داك اللون الذهبي فقط. هنا كما كتشوفوا بعد ما تحمرات لينا ديك البصيله والثومه، كناخذوا الدجاج كما شفتوا كنقطعوه هكا طويل. تقدروا تقطعوه قطع مربعه اللي عجبكم نتوما. انا كنفضل هذا الشكل هذا، كنقطعوه هكا على شكل مستطيلات صغارين وكنخليوه حتى تيولي الدجاج بيض عاد. باش كنديروا ليه التوابل كما شفتوا، انا درت زيت الزيتون، غادي نضيف واحد راس معلقه ديال الابزار، راس معلقه ديال السكينجبير، وشويه ديال التحميره كما كتشوفوا. غنضيفوا شويه ديال الخرقوم، واحد شويه ديال الملحه ما تكتروش، وعندنا هنا نصف ملعقه ديال الكمون. بالنسبه للسكينجبير والملحه انا كنديرهم في الدجاج فاش كنكون بغيت نرقدو، كندير لهم سكينجبير والملحه مزيان داكشي باش ما كنكثرش الملحه باش ما يجينيش مالح. هنا غادي نحركو حتى تخلينا ديك العطريه في الدجاج ديالنا. كما كتشوفوا كنبقاو نحركوه وكنخليوه حتى تيطيب لينا. انا كما قلت لكم كنكثر الملحه للدجاج فاش كنكون كنرقدو كيطيب ليا دغيا، كنخليه يبات ليله كامله. هنا غنزيدو الربيع كما شفتوا، ما تضيفوش الربيع من الاول، خليوه حتى الاخر باش يبقى المذاق ديالو كيبان. غنستمروا في التحريك. من بعد ما طاب لينا الدجاج كما كتشوفوا كنضيفوا كريمه ديال الطبخ. اي كريمه كتاخذوا، ما غنقولكمش حتى شي نوع، كاع الانواع اللي كيستعمل شي نوع يديروا. هنا كناخذوا تقريبا واحد 100 حتى 150 مليلتر ديال الكريمه السائله ديال الطبخ. كنحركوها واحد شي شويه كما شفتوا حتى تدخل لينا مزيان في هذاك الدجاج. من هنايا غادي نمشيو نوجدوا الفريت ديالنا. بالنسبه للفريت باش يجيكم مقرمش ولذيذ، خذوا واحد الكاسرونه ديروا فيها الملحه واحد شويه د الخل وشعلوا عليها. ان فوا طلع لكم هاد الكشكوشه يبغي يغلي طفيو عليها، ما تخليوهاش تتغلي وطيب باش ما تعجنش لكم فاش تبغيو تقليوها. كما كتشوفوا راه كيطلعوا الفقاعات باللي بغات تغلي وطلعت الكشكوشه صافي. في هذه المرحله غادي تطفيو عليها وتصفيوها باش ندوزو نقليوها عادي. كتصفيوها وكديروا لها شويه المليحه وكتقليوها، كتجي مقرمشه وكتجي لذيذه بزاف. بهذه الطريقه جربوها ما غتندموش عليها. كما شفتوا انا هنا درت هاد التستات وندير لها شويه الملح ونقليها عادي. هنا خديت الخبز ديال الطاكوس، هنايا انا خديت صوص اندلس مع المايونيز. هما باش خدم ديروا صوص الجيريان ولا ديجا شاركت معكم واحد الطاكوس في القناه وكنصايب واحد لاصوص في الدار، صوص الجيريان في الدار كتجي بنينه بزاف حاره. هاد النهار ما بغيتش ندير الحاره، اختاريت ندير هذه اندلس حلوه. كما شفتوا كنديروا صوص اندلسي التحتانيه، كنضيفوا عليها الجبن المربع ديال الساندويتش. انا كندير جوج قطع، ديروا ثلاثه، ديروا وحده، ديروا اللي بغيتو. من بعد هنايا كما كتشوفوا كنضيف هذاك الصدر ديال الدجاج هو الاول، من بعد كنضيف ليه الكفته كما كتشوفوا. هنايا تقدروا تزيدوا لي صوص من الفوق، تقدروا تستغناو عليهم، كيبقى اختيار ديالكم. سواء زيدوا المايونيز ولا زيدوا ديك صوص اندلس ولا صوص الجيريان ولا لا صوص برجر ولا باش اي صوص خدمتوا بها
تقدروا تستغناو عليهم. انا هنايا كندير لداخل غير المايونيز فقط، حيت درت الصوص اندلس مزيان في الخبز ديال الطاكوس. هنايا من بعد اخر حاجه كنستفوها هي الفريت ديالنا. كما كتشوفوا انا كيعجبني الطاكوس يجي عامر، كنكثر فيه العماره. اللي ما كيتعجبوش العماره بزاف تقدروا تنقصوا. بعد هنايا كنجمعوا الخبز ديالنا وكندخلوه البانيني. واحد الفيديو ما لقيتوش الصراحه فاش جيت نمونطي لا فيديو، ما عرفتش كيفاش تمسح ليا كيفاش كتجمعوا الخبز ديال الطاكوس. راه ديجا شاركته معكم في القناه، غنحط لكم الرابط اسفل الفيديو. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الطاكوس، راه كيجي فريمون لذيذ ومعروف عليا كنصرع طاكوس. جربوه راه غيولي معتمد عندكم وغيعجب وليداتكم وغتستغناو على انكم تشريوه مره اخرى. نتمنى من الله تجربوه. اللي يعجبو الفيديو ما يبخلش عليا بلايك، لاول مره كيشاهد القناه يشترك فيها وفعل الجرس باش دائما يوصل جديد. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.